ملي بدا التاريخ والإنسان تيطرح أسئلة كبيرة. شنو هو المعنى من الحياة؟ شنو هي الحقيقة؟ واش حنا أحرار في اختياراتنا ولا غير بيادق في لعبة كبيرة؟ السينما ماشي غير وسيلة ترفيهية، وإنما هي شرجم تيطلع على عوالم فكرية وفلسفية تقدر تحرك فينا شي حاجة وتخلينا نتأملوا في الوجود. في هذا الفيديو غادي نناقشوا مجموعة من الأفلام اللي غادي تخليك تفتح حوار داخلي طويل مع راسك. افلام اللي مشات تساليش مع نهايه الفيلم، ولكن عاد تتبدا تخليك تفكر وتحلل الافكار اللي جات بها، وما تعرف تقدر تبدل لك طريقه التفكير ديالك. Joseph K. Joseph K. You're under arrest. Who accuses me? What's the charge? تخيل تفيق شي صباح وتلقى البوليس وسط من دارك ومتهمينك بجريمه ما بغيش يقولوا لك شنو هي ولا شكون اللي اتهمك بها. هادشي اللي طرا لجوزيف كي بطل فيلم ذا تريل، مقتبس من روايه فرانز كافكا. من اللحظه الاولى تدخل في متاهم التحقيقات والمحاكمات بلا ما تلقى اجابه واضحه للاسئله ديالك. الفيلم ماشي قصه على القضاء تيظلم، داك الانطباع اللي تقدر تاخذ من البدايه، وانما مرآة لواقعنا كبشر في مواجهه انظمه عبثيه تتسيطر على حياتنا. العداله هنا ما دارتش باش نوصلوا للحقيقه، ولكن كآلة تسحق الانسان. كافكا من خلال هذا العمل تيطرح سؤال وجودي: واش حنا احرار بصح في حياتنا ولا حنا محكومين بقوانين ما تتشافش تتسيرنا؟ جوزيف كي تعيش في عزله، محاصر ما بين شعور بالذنب اللي جا من الجهل ديالو بالجريمه اللي ما عارف شنو هي. فتصور معايا واحد تيتحاكم بجريمه ما عارفهاش وخاصو يدافع على راسو، وهذا تيعطينا انطباع ديال الانسان المعاصر اللي تلقى راسو محاط بسلطات اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه تتقيد ليه افعاله بلا ما يعرف المصدر ديالها. هذا ماشي فيلم اللي تقلب فيه على نهايه مرضيه ولا يجيك بتفسير واضح لشنو تيطرا، لا بالعكس، هو تجربه عبثيه غتخليك ما مرتاحش وتتفكر في الاخر ديال الفيلم في شنو طرا لجوزيف كي، واش كان مذنب بصح ولا لا. ولكن اللي تنعرفوه انه تعيش في عالم اللي مديور باش يخليه يحس بالذنب كاع الوقت. وهنا فين كاينه عبقريه الفيلم، انه تيخلينا نتسائلوا في عالم عامر قوانين وانظمه، واش عندنا الحريه بصح ولا احنا غير متهمين في محكمه كبيره سميتها الحياه؟ I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. I'm thinking of ending things، فيلم اللي تلاح في 2020 ومن تما لدابا تيجيني ما خداش حقه. واحد من اعمق الافلام الفلسفيه النفسيه الجديده. تتبدا القصه مع بنت مسافره مع صاحبها باش يزوروا والديه في مزرعه جات في واحد الخلا وسط واحد العاصفه ديال الثلج. من هنا تتبان رحله عاديه، لكن من اللحظه الاولى تنعرفوا بلي شي حاجه ماشي تاليه. الزمان تيلعب بينا، الشخصيات تتبدل والحدود بين الواقع والخيال تتحل. هذا ماشي فيلم رومانسي او لا درامي، ولكن رحله في العقل البشري. العنوان تقدر يتفهم بجوج طرق مختلفه، الاولى على الانفصال بين جوج الناس، وفي نفس الوقت يقدر يعني الانتحار او حتى نهايه الوهم اللي تنعيشوه. ولاش لا ما يعنيهمش كاملين في دقه واحده، حيت الفيلم مفتوح على بزاف ديال التاويلات. الفيلم تيحطنا قدام اسئله ثقيله: واش الهويه ديالنا ثابته اولا هي مجرد صور تيبنيوها الاخرين علينا؟ واش الزمان غادي بشكل خطي كما تنتصوروه اولا حتى هو مجرد وهم صنعناه باش نخبيو الفوضى اللي درنا؟ البطله تتغير ملامح ديالها وسميتها وخدمتها على طول مجريات الفيلم، وهذا انعكاس للصراع الداخلي اللي تعيش صاحبة جيك في عقله. كل حاجه في الفيلم تتوحي لينا باننا تنعيشو داخل وعي شخصيه غارقه في الوحده واليأس تتحاول تعاود تركب حياتها. الحوار الفلسفي الطويل على الفن العلم والشعر كان غير محاولة يائسة لإيجاد معنى وسط من العبث. I'm thinking of ending things ماشي هو الفيلم اللي تيعطيك أجوبة، بالعكس تيخليك في مواجهة مع راسك، تيخليك تسائل واش حنا تنعرفو شكون حنا بصح ولا تنعيشو داخل قصص صنعناها باش نهربو من حقيقة أننا وحيدين في هذه الحياة. هذا فيلم ثقيل وصعيب، حيت تيرجع لك داك القلق الوجودي اللي تنحاولوا نتناساو بتفاصيل حياتنا اليوميه.
You looks paid for the tickets. Not bad, huh? So what do you do? I sell shit. نبقاو مع الافلام الجديده. 2022 قدمت لنا واحد من اجرأ الافلام الجديده في نقد المجتمع والانسان في عالم تتسيطر عليه اللعاقه والمظاهر والهيمنه الطبقيه. تيجي هذا الفيلم باش يكشف لنا الوجه الحقيقي ديال البشر فاش تطيح الاقنيه. القصه تبدا مع زوجين عارضي الازياء تعيشوا حياه مبنيه على المظاهر. غادي يمشيو معاهم في رحله في البحر في واحد الباخره هزه غير الملاعقين، ولكن اللي غادي يبدا كعرض للرفاهيه غادي يتحول لكابوس عبثي فاش غادي تضرب عاصفه. الفيلم تيحطنا قدام سؤال: شنو قيمه السلطه والثروه الا طاح النظام اللي تيعطيها معنى؟ هذا اللي تيحاول يجاوب عليه الجزء الثاني من الفيلم، فاش تيلقاو راسهم في جزيره معزوله تتقلب فيها موازين القوه، فتيوليو الملاعقين في هذه الجزيره عاجزين ما عارفين يديروا والو، في حين الخدامه هي اللي غادي تاخذ السلطه وتتحكم في المصير ديالهم حيت كانت تعرف تصيد. هنا تيفضح الفيلم هشاشة القيم اللي تنعيشوا بها، بحال الجمال ولا الفلوس والمكانه الاجتماعيه، كل ما عندهاش قيمه قدام ابسط شروط البقاء. بحال الفيلم تيقول لنا ان السلطه ماشي حقيقه ثابته وانما حاجه ظرفيه تحددها السياق. هاد الفيلم تقدر تحس معاه بالراحه ويخليك تضحك ديك الضحكه الصفراء ومورا تفكر في الضعف ديال الانسان. شحال ما ادعى القوه والسلطه تيبقى ضعيف قدام قسوه الطبيعه وعبث الوجود. 2023 مع فيلم انفينيتي بول. جزيره استوائيه تيبان فيها كل شيء واعر. تبدا معنا رحله ديال زوجين جاو باش يدوزوا العطله، ولكن في الحقيقه جاو باش يلقى الراجل الالهام باش يعاود يكتب، حيت من مور كتابو الاول ما بقاش ستيلو. ولكن المشكله في هاد البلاصه اللي مشاو ليها اللي فيها قوانين حمقى تتعاقب الملاعقين على الجرائم اللي تيديروا بطريقه فشكال. فالمذنب في هاد الجزيره تيقدر ينجا من العقاب بشرط انه يخلص واحد القدر، من بعد تيصنعوا نسخه مستنسخه عليه تتعدم في بلاصتو. بهذا القانون العبثي تتحول الموت لعرض والذنب ما تتولي عنده حتى قيمه. هذا الفيلم يمكن لنا نعتبروه مرآة للواقع، حيت في العالم اللي تنعيشوا فيه تقدر السلطه والعاقه تخلي بعض الناس يفلتوا من العقاب على الجرائم اللي داروا بين ما يطبق القانون على الاخرين. بحال هذا القانون ما دارش على كل شيء. الفيلم تيفضح كيفاش تقدر الامتيازات الماديه تقدر تقتل انسانيتنا وتخلينا نغرقوا في لذات العنف. الا كان من الممكن استنساخنا فشكون حنا؟ واش الوجود ديالنا عنده ديك القيمه الكبيره اللي عاطين راسنا ولا عادي يقدر يتم استبداله بحال شي ماشين شريتيها لقيتيها خاسره ومشيتي بدلتيها؟ الفيلم تيحاول يجاوب على سؤال: الا ما كانش عقاب حقيقي تيتسناك، القانون ما يتطبقش عليك، واش غادي تبقى شي حاجه تردعك ما تخليكش دير هاد الفعله؟ ولا الجانب الاخلاقي عندنا مرتبط غير بالقانون؟ بزاف ديال الاعمال حاولت تجاوب على هذا السؤال، تبقى اشهرهم روايه الكاتب الروسي دوستويفسكي الجريمه والعقاب. Bah non, je viens d'un autre tableau. Oh, mais moustache, elle se moque de nous. Mais c'est la vérité, je vous jure. Vous êtes dans un tableau sur la guerre. نمشيو دابا الفيلم انيميشن سميتو لو طابلو. في وسط واحد اللوحه ما كاملاش كاين عالم تعيش في الداخل ديالها. هاد اللوحه مقسمه لثلاثه ديال الطبقات، مكتملون هما الشخصيات اللي ترسمات كامله وتعتبروا راسهم الطبقه العليا، وكاين ناقصون هما الشخصيات اللي مازال ما كاملاش في الرسم فتيعاملوهم كمواطنين من الدرجه الثانيه. واخيرا كاين الرسوم الاوليه هما غير خطوط والوان عشوائيه، هادو شخصيات مهمشه ومنبوذه. هاد القصه تتعكس واقع الانسان في كاع الازمنه اللي تعرف التفاوت الطبقي والعنصريه واقصاء الطرف المختلف على الاخرين. القصه تبدا فاش ابطال الفيلم غيمشيو في رحله وهما تيحاولوا يخرجوا من اللوحه، تيقلبوا على الرسام اللي خلقهم، رحله للبحث عن الحريه والمعنى من الوجود. هذا ماشي فيلم ديال الدراري الصغار، عمل فلسفي تيذكرنا ان الحريه الحقيقيه تتبدا فاش تنهرسوا الاطار اللي توضعنا فيه وتنبداو نرسموا راسنا من جديد. The Fifth Seal اولا الخاتم الخامس، العنوان اللي تيشير لسفر الرؤيا في الكتاب المقدس عند المسيحيين. فاش تفتح الخاتم الخامس تبانوا ارواح الشهداء اللي ضحاو بحياتهم على قبل الحقيقه. القصه تبدا وسط من رعب الحرب العالميه الثانيه، وبالضبط في بودابست اللي كانت تحت الاحتلال النازي. تيتجمعوا مجموعه من الرجال في واحد البار تيشربوا وتيهضروا بيناتهم، ولكن تجبد واحد النقاش اللي غادي يبدل كل شيء.
فإلا كان قدامك الاختيار إما تعيش كحاكم ظالم عندك السلطة ولكن ما تترحمش، أو لك عبد مظلوم تتعرض للإهانة ولكن محتفظ بالإنسانية ديالك، فشنو تقدر تختار؟ هذا ماشي سؤال عادي، وإنما اختبار تيكشف لينا جوهر الإنسان فاش يواجه أقصى الظروف. واش قيمة الإنسان في لا بقى حي كيف ما كان الثمن، أو لا قيمته في الكرامة والمبادئ حتى لو مات هو تيدافع عليها. الفيلم تيدخلك معاه في هاد المعضلة وتيحطك في بلاصة الشخصيات، وخا في اللحظة فاش يكون الإنسان قدام الموت أو الخوف تيتبدل كل شيء. Or whatever else you can say about me, I'm not a bard. نيكد فيلم تيبدا مع جوني، راجل هارب من الماضي ديالو، ساخط على المجتمع، الحب، الدين، على راسو وعلى الحياة كلها. جوني شخصية متناقضة، مثقف، مطور، تسمع ليه تتعرف بلي راسو عامر، بخطابات فلسفية على نهاية العالم، عبثية الوجود وعلى الله، ولكن في نفس الوقت ما تيتفاعلش مع الناس، ما قدرش يبني علاقة إنسانية صادقة. وهنا فين كاين البلان، الفيلم ما قدمش لينا شخصية مثالية، فيلسوف بطل، بالعكس إنسان محطم من الداخل، تيستخدم الفلسفة كوسيلة للهروب من داكشي اللي عاشو. وهنا نقدروا نتسائلوا واش المعرفة بوحدها تقدر تخلينا نعيشو مزيان، أو لا هاد الوعي المفرط غادي يجيب معاه غير الآلام، بحال داك الطرول اللي تيدور ديال نعيم الجهل وجحيم الوعي. واش الإنسان يقدر يلقى راسو في العزلة ولا ضروري الحاجة للآخر؟ على طول الليلة تنعيشو مع جوني أجواء لندن بين البرد والحوار، عناصر تتعكس عالم قاسي. Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out? What do you think you are, for Christ's sake, crazy or something? في واحد المصحة نفسية فيها قوانين قاصحة تتطبق على كل شيء، حتى غادي يجي راندل ماكميرفي من اللحظة الأولى ليه غادي يعرف بلي هاد البلاصة ماشي غير باش يتداواو هاد الناس، ولكن حتى باش يهرس ليهم الإرادة ديالهم. هذا ماشي فيلم على الطب النفسي، كل حاجة عندها دلالة، بحال الممرضات اللي تيمثلوا النظام اللي تيحول البشر لآلات، وهادشي اللي تيرفضوا راندل وخلاه يتمرد على النظام ويحاول يفيق صحابو الاخرين ويخليهم يحسوا بالحياة ويفكرهم باللي هما بشر ماشي حالات طبية. الفيلم تيخلينا نشوفوا العالم بشكل آخر، وباللي حتى حنا عايشين في سبيطار كبير فرضاتو علينا قوانين وعادات. Зона — это очень сложная система ловушек, что ли? Но стоит тут появиться людям. ستوكر فيلم تدور القصة في بلدة مدمرة، كاين فيها واحد البلاصة ما توصل ليها حتى واحد، سميتها ذا الزون. هاد القنت تيتقال بلي فيه واحد البيت الا دخلتي ليه يقدر يحقق لك داكشي اللي تتمناه في خاطرك، لكن ماشي ساهل باش توصل ليه، خاصك مساعدة من ستوكر، واحد الراجل غامض هو اللي يقدر يعاونك في رحلة ماشي عادية. ستوكر غادي يمشي مع جوج ديال الناس باش يلقاو هاد الغرفة. واش حنا عارفين شنو باغين اصلا، ولا الرغبات ديالنا يقدروا يخلعونا؟ البحث عن المعنى يقدر يكون احسن من الوصول ليه. الانسان يقدر يتلف هاد الرحلة ما بين الرغبة والشك، الامل والياس. اون ذا سيلفر جلوب تصور معايا ان هاد الفيلم البولندي من اكثر الافلام اثارة للجدل، حيت فيلم ما كاملش حتى لدابا، والخموس ديال الفيلم مشى وخا تصور في 1976، ولكن الفيلم ما خرج حتى ل 1988، وهادشي راجع لان الحكومه دخلات على الخط ومنعت الفيلم بشكل كامل. وكثر من هذا خسروا اجزاء من الفيلم، وصلت حتى ل 20% من المشاهد اللي تبدلات غير بتعليق صوتي حاول يغطي الاحداث المفقوده. تصور معايا مجموعه من رواد الفضاء غادي يخليو الارض وغادي يمشيو يعيشوا في كوكب جديد، تما غادي يبداو حضاره جديده. مع مرور الاجيال غادي يتحول هذا الحلم لكابوس، غيولي مجتمع عامر بالخرافات والدم. هذا المجتمع جديد غادي يقاد ديانه تتقوم على انتظار المخلص. بلا ما نزيد كثر في الاحداث، خليكم تعيشوهم. الفيلم تيطرح اسئله على الدين، السلطه والتاريخ. واش حنا كبشر محكومين بتكرار نفس الاخطاء ديال الناس اللي سبقونا واخا نحاولوا نهربوا منها؟ الانسان فين ما مشى غادي يدي معاه الضعف والشهوه والاوهام ديالو. البحث عن الخلاص غيخلينا نعيشوا في دائره، فين ما مشيتي غيخليك ترجع لنفس البلاصه. كل فيلم من هاد الافلام قدم لنا عالم مختلف، ولكن كلهم تلاقاو في نقطه واحده، هي الانسان.
الانسان الحاير قدام الموت، الباحث عن الحريه، الهارب من السلطه، تائه في الوحده، واللي تيقلب على معنى لوجوده. نقدروا ما نلقاوش جواب نهائي، ولكن قوه السينما في انها تخلينا نطرحوا اسئله جديده وتخلينا نشوفوا الحياه من زاويه واحده اخرى. افلام بحال هادو ماشي غير تتشاف، ولكن تتعاش وتفكر فيها وتبقى معاك لمده طويله. كتبوا لي آراءكم في هاد الافلام والافكار اللي جات بها، واقترحوا عليا افلام من هاد النوع. هادشي اللي كان اليوم، تلاقاو في فيديو جديد.